كليكة عراقية ب3 حشوات وكلش رهيبة وهشة. أول شي نجيب كوب راح نخلي بيه خاشوقة مال خمرة، خاشوقة ونص حليب و3/4 شكر، وندير عليها مي نخلطها ونتركها تتفاعل. هسه راح نجيب كاسة نخلي بيها كيلو طحين، اخلي عليه كوب واحد من السمنة النباتي. السمنة لازم تكون بحرارة الجو، لا تحموها على النار حتى العجينة لا تصير سمرة. هسه راح نسوي هاي العملية، نفتته هيك بدينا. راح اخلي عليه قالب مال زبد 200 غرام، وهم ارجع اسوي نفس العملية. ونضيف عليه خاشوقة واحدة من الهيل المطحون، وبعد مرور تقريبا 5 دقائق صارت فقاعات بالخمرة، معناها اشتغلت. ونضيفها على الطحين. راح نعجنها وندير عليها مية شوية شوية. عجناها وكملنا، راح اتركها ربع ساعة ترتاح العجين. هسه هنا عندي هذا القالب مال التمر، راح افرطه هيجي، راح ادير عليه شوية سمنة وراح اعجنه بيدي. حشوة التمر جهزت عندي. هسه بعد عندنا الجوز راح انزله بالكاسة وراح نكسر هيك. بعد ما كسرناه راح اخلي رشة خفيفة من الهيل وادير عليه عسل. هسه راح نخلطها وهاي صارت عندنا جاهزة. وهاي الحشوة الثالثة حلقوم. هسه هنا العجينة اختمرت وجهزت عندي، راح اقسمها 3 اقسام على عدد الحشوات اللي عندي. هاي وحدة، هاي اثنين. اول شي من التمر راح نفرشها، نجيب شوي من التمر ونسويه هيك طولاني. اخليها بالطرف مال العجينة وابرمها هيك، راح نقصها بالسكين. راح اسد الاطراف مالتها. هسه راح اقطعهن بهذا الشكل. هسه هنا خليتهن بالصينية مال الفرن وراح ادهنهن بالبيض والحليب. راح ارش على الوجه مالتهن سمسم. والاشكال البقية انتو تختاروها حسب القوالب اللي عندكم، او ان تكملون دخلوها الفرن على درجة حرارة 180 لحد ما تستوي عندكم.